بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة نوع من الحلويات مغذي جدا، والمكونات بتاعته سهلة وبسيطة جدا وموجودة بإذن الله في كل بيت. مكونات بسيطة، تابعي معايا وهتعملي أحلى حلويات في منتهى الجمال. حطيت كوبايتين من الدقيق بالمج العادي، حطيت عليهم معلقة من الخميرة الفورية، معلقة صغيرة من الخميرة الفورية ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ربع كوباية من الزيت، وحطيت علبة جبنة اللي هي بدون طعم. يعني لو عندك حتة جبنة كده ما فيهاش طعم وما يكونش ليها أي طعم أو ريحة، ممكن عايزة تخلصي منها تستعمليها في الوصفة دي في منتهى الجمال. حطينا الجبنة وكمان حطينا علبة من الزبادي، بس راعي معايا وانتي بتحطي الزبادي انك بتحطيه معلقة معلقة، لان ممكن تكون الجبنة اللي انتي حطاها فيها نسبة سوائل عالية فما تحتاجش كوباية الزبادي كلها. تبقى بالشكل اللي انتي شايفاه دوت، ناعمة وما بتلزقش في الايد. هنا نوع الدقيق بتاعي انا حطيت كل العلبة بتاعة الزبادي، عملتها مرة قبل كده بس حطيت فيها علبة إلا ربع من الزبادي، فده كان يرجع لنوع الجبنة ونوع كمان الدقيق إذا كان بيمتص سوائل ولا لأ. هفردها بالشكل اللي انت شايفاه دوت، وراعي وانت بتفرديها إنها ما تبقاش خفيفة جدا، يعني ما يبانش السطح بتاع العمل معاكي وانت شغالة، علشان لما تعمليها تلاقي قلب كده حلو من جوه هش وجميل، هتعجبك جدا. مقرمشة من بره وجميلة جدا من جوه، هشة وجميلة وفي منتهى الجمال، والله أحلى من أي حلويات عملتيها قبل كده وكان فيها نسبة بيض. ديت ما فيهاش زفارة ولا فيها بيض ولا زبدة ولا أي حاجة، زي ما انت شايفة كده المكونات كانت معايا بسيطة جدا جدا. تابعي معايا وهتعملي بإذن الله نوع من الحلويات مش هتبطلي تعمليه، يعني انت كمان هتحبيها جدا وهتحبي تعمليها باستمرار، احلى من بلح الشام ومن الزلابية ومن كل الحاجات دي. زي ما انت شايفة كده بعد ما قطعتها حطيتها في اطباق على رشة خفيفة خالص من الدقيق واغطيها، علشان لو خدت معايا وقت وانا بقليها ما الوش بتاعها ما ينشفش معايا. وزي ما انت شايفة كده حطينا بقى زيت، واول اما الزيت يبدأ يسخن معايا هنزل بالوحدات اللي انا عملتها من الحلويات ديت. بصي يعني انا مش عارفه اقول لك ايه، يعني انا مش عارفه اسميها ايه بصراحه، بس هي نوع من الحلويات سويت اند ساور كده حلوه جدا، وانتي بتاكليها مش هتشبعي منها. هنطلع بقى زي ما انتي شايفه كده من الزيت، وممكن احطها في طبق جنبي، وبعد كده انزل بها في الشربات مره واحده. الشربات بتاعي كان كوبايه ونص من السكر وعليهم كوبايه واحده من الميه. بعد الغليان حطيت نص ليمونه 10 دقايق، وبعد كده طفيت على الشربات وحطيت له ذرة من الفانيليا وبس. خلاص الشربات بارد تقيل حلو جدا، بتشرب منه بس ما بتشربش قوي، ما بتبقاش زي بلح الشام كده بتنزل شربات لما بتمسكيها، يعني مسكرة من بره وليها طعم في منتهى الجمال. والله يعني انا نفسي تجربيها، حلوة جدا بصراحة. الوصفة مش بتاعتي، انا اخدتها من الأستاذة دينا، عندها قناة وعملتها الوصفة في منتهى الجمال بصراحة، من الشيفات المحترمات اللي لما بتعملي من وراها وصفة والله بتنجح 1000000%. ما عملتش من وراها أي حاجة قبل كده وبصراحة وباظت مني، فدي كانت إحدى الوصفات اللي هي عملتها بصراحة، حبيت أجربها وأقول لكم عليها لأنها فعلا عجبتني في منتهى الجمال. جربيها وبإذن الله هتدعي لها وتدعي لي إن شاء الله إن أنا وصلت لك الوصفة ديت بعد التجربة. زي ما انت شايفة كده هنحطها في الشربات وبعدين نطلعها من الشربات نحطها في الطبق بتاع التقديم على طول، وبكده تكون خلاص الوصفة بتاعتي خلصت. يعني عايزة تزوقيها بعد كده تزوقيها بقى، هي حطت لها فستق مطحون، انا كان عندي اللي هي الشوكولاتة الفارماسيل الالوان، حطيت عليها حاجة بسيطة خالص وكمان رشة كده من جوز الهند وخلاص في منتهى الجمال. جربيها وبإذن الله هتدعيلي. لو عجبتك الوصفة بالله عليكي ما تنسيني في اللايك
والاشتراك لو حبيتي تشتركي في القناة، وده يسعدني جدا، وكومنت حلو منك، وربنا يديمكم يا رب نعمة في حياتي. بس خلاص، دي كانت الوصفة بتاعتي النهاردة، إن شاء الله تكون عجبتكم وتقوموا تطبقوها. حاجة حلوة لأولادكم وسريعة وهم بيذاكروا وداخلين على امتحانات، ربنا يوفقهم جميعا يا رب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.